بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبنا في كل مكان؟ عاملين ايه يا رب؟ تكونوا دايما بألف خير. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. طبعا فصلنا عشان الاذان. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه يا رب؟ تكونوا بخير. الفيديو النهارده هنتكلم على بط رمضان يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. النهارده 2 رجب. 2 رجب لسه شهرين الا يومين، لسه شهرين الا يومين عن شهر رجب. كل سنه عن شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. فطبعا كل اللي كان بيربي او عامل حسابه او بيعمل حسابه كل سنه لتربيه رمضان اكيد جاب البط بتاعه. طبعا عشان انا الوقت بتاعي اتاخر فما لحقتش اجيب البط اللي انا عايزاه. البط اللي احنا شايفينه قدامكم ده بط رمضان. طبعا انا ما بجيبش بالعاده البط الفرنساوي، ده البط الفرنساوي بس مش البيور. البط البيور اللي هو الابيض، ده الفرنساوي اللي هو الفرنساوي العادي. هو البط بتبقى كبيره وبيجي تقريبا على 2.5 شهور بالكتير قوي وممكن تذبحي منه. فعشان انا مضطره وما جبتش اصلا وكان عندي ظروف ما عرفتش اجيب البط بتاعي اللي انا بجيبه كل سنه، فجبته واضطريت ان انا اجيب نوع البط ده. بس بيني وبينكم يعني وبامانه يا ريت ما حدش يجيبه. يعني البط ده مع انه بيكبر بسرعه وكل حاجه، لكن يا جماعه طبعا في كميه ثمنه جامده جدا، كميه دهن جامده جدا جدا، بياكل كتير جدا جدا جدا. تمام. البط ده بالظبط بقاله دلوقتي حوالي 20 يوم. البط اللي قدامكم ده عمره 20 يوم، بسم الله ما شاء الله، عمره 20 يوم. طبعا طب انت بتربي ايه يا ام احمد بالعاده وما لحقتنيش وقلت لها ما لحقتنيش؟ هقول لكم النوع اللي انا بربيه كل سنه. وطبعا البط ده ما يعلاش عليه ولا طعمه، يعني طعمه وريحته وشربته اللحم نفسه بتاعه بجد بيبقى رهيب. البط يا جماعه المسفوفي والبط السوداني، وفي ناس بتقول بلدي، يعني البلدي. في ناس او مناطق بتقول على السوداني بلدي. السوداني والمسفوفي والبغال بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حلوين قوي 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 في التربيه، طعمهم حلو قوي قوي واحلاهم السوداني. خلينا متفقين على كده. ممكن يكون حجمه صغير شويه، يعني مثلا البغال بيوصل 6 كيلو 7 كيلو، المسكوفي بيوصل 6 كيلو 7 كيلو، السوداني ممكن يوصل 3 كيلو 3 ونص 4 بالكتير. بس بسم الله ما شاء الله على لحمته، تقولي ده لحمه من عند الجزار. لحمته بتبقى حمرا، طعمها بيبقى حلو، شربتها بتبقى تحفه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. زي ما قلت لكم ما لحقتش اجيب فما لقاش الا ده اللي هو ممكن ينجزني. طيب يا ام احمد انت جبت الفراخ البيضه؟ لا لسه ما جبتش يا جماعه الفراخ البيضه. انا بجيب الفراخ البيضه قبل رمضان بحوالي 40 يوم او شهر ونص، يعني قدامي كمان 15 يوم كده ان شاء الله وابدا اجيب دوره الفراخ بتاعت رمضان اللي انا بعملها كل سنه رمضان. تمام. لكن طبعا البط ده بيجي قبل الفراخ بسم الله ما شاء الله بتكبر معانا بسرعه وما بتاخدش وقت. ممكن والله العظيم في تربيات بامانه في فراخ بيضة او تربيه دورات فراخ بيضة انا بعملها بتبقى بسم الله ما شاء الله بتكبر، يعني ممكن على 35 يوم بذبح منها وبتبقى اتملات وتبقى زي العسل بسم الله ما شاء الله. لكن البط بيحتاج طبعا بيحتاج وقت اطول. البط بيحتاج وقت اطول زي ما قلت لكم. طبعا اللي بروح عليه الوقت او ما بيلحقش فهو البط ده ممكن ينجزه، بس زي ما قلت لكم انه له عيوب، انه بياكل كتير، جلده كتير، سمنته كتيره جدا. مهما البطه ممكن توصل معاكي 3 كيلو، البط ده ممكن يوصل معاكي 3 كيلو. يعني انا ربيته قبل كده وكنت وقطعته فتره عشان كان سمين جدا فما كنتش بربيه. فطبعا انا المضطر هيعمل ايه؟ فلازم يكون عندنا بط، لازم عندنا الولاد بيحبوا البط، فلازم يكون عندنا بط كده زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لكم البط ده عمره يا جماعه 20 يوم، البط ده عمره 20 يوم. طبعا كل سنه وانتم طيبين وربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.